فلم نكتفي بمعالجة ضافية أو إصلاحية جزئية، بل أطلقنا إصلاحا هيكليا شاملا يهدف إلى إعادة بناء المنظومة الصحية على أسس جديدة تعيد للمواطن الثقة ديالو في المرفق الصحي العمومي. وفي هذا الإطار ارتفعت ميزانية قطاع ديال الصحة من 19.7 المليار ديال الدرهم سنة 2021 إلى 42 مليار فاصلة 4 ديال الدرهم سنة 2026، أي أكثر من الضعف خلال 5 سنوات، لأن الصحة ليست عبئا ماليا بل استثمارا في الإنسان والإنتاجية والكرامة. كما حرصنا على تحديد البنية التحتية الصحية وتحسين الحكمة ديالها المؤسساتية ورد الاعتبار الموارد البشرية عبر نظام تحفيزي مادي ومعنوي أكثر إنصاف، لأن طبيب بلا تحفيز أو لا مستشفى بلا تجهيز لا يمكن أن يقدم خدمة صحية اللي كتليق بالمواطن. وإلى جانب ذلك أطلقنا مسار الرقمنة ديال القطاع الصحي بما يضمن عدالة مجالية حقيقية في الولوج إلى العلاج، لأن الرقمنة في هذا المجال ليست ترفا تقنيا بل أداة لتحقيق المساواة في الخدمات الصحية. فلا ينبغي أن يكون هناك فرق في الحق في العلاج بين مواطن يعيش في مركز حضري وآخر في منطقة بعيدة أو نائية، وهو التزام واضح نضعه أمام المواطنين بكل مسؤولية.